لكن احذر ان انت تسمي شخص او تذكر عيوب مباشره ليه، فدي مش احسن حاجه في الانترفيو. مين أسوأ مدير وليه؟ اسوأ مدير اشتغلت معاه، مم. انا احب السؤال ده تكون دبلوماتيك فيه، ما تقولش اسم، ما تقولش شخص. مم. الحاجه التانيه، قول له حضرتك بتسالني على حاجه ممكن تكون اكبر مني شويه، يعني اكبر حاجه بتتكلم عن مديري اللي هو اساسا اكتر مني خبره واكتر مني في حاجات. حضرتك تسالني على حته معينه عملها، اقول لك اه دي سيئه دي حلوه دي وحشه، لكن كشخص انا ما اعرفش عن نفسي. انا بشوف حاجات بنبسط منه، بشوف حاجات بتضايقني، بس انا لما ببقى مدير ممكن اعمل نفس الحاجات برضه. فده برضه يعني هو ليه برسبكتيف مختلف اللي عايز اقوله يعني. فانا ما اقدرش ان انا اقيم واقول اسوأ مدير دي، بس اقدر اقول لحضرتك ان المدير بيعمل حاجات كويسه وبيعمل حاجات وحشه. الديبينز على فهمه للناس، على السيتويشن، على الظروف. انا نفسي لما ابقى مديره مش عارف ممكن اعمل نفس الحاجه دي، لان اوقات فعلا بيبقى عندنا ضغوط وعندنا ستريس. لكن احذر ان انت تسمي شخص او تذكر عيوب مباشره ليه، فدي مش احسن حاجه في الانترفيو.